تعالى اما اقول، لو انت عروسه وبتدوري على انتيكات وبتدوري على ديكورات لبيتك تكون حلوه وملفته، وحابه شقتك تكون مودرن، او حابه انك تستعملي انتيكات كلاسيك، عايزه لك المكان ده موفر لك كل حاجه. عندك الزهور الصناعيه، عندك المزهريه، عندك كل اشكال المكرميه اوريها لك فوق، بجد تحفه وتجنن. عايزه اقول لك انك هتروحي يعني من كتر حلاوة المكان ومن كتر كل حاجة موجودة هتلفتك، انت هتحبي انك تاخدي لك كل حاجة وتمشي، لدرجة الفلوس معاكي مش هتكفي. بجد الاشكال هناك تحفة بجد، كلاسيك ومودرن، تحس كده انك حاطة جايزة الاوسكار عندك في البيت. وكمان الاسعار هناك حلوة جدا جدا جدا. يعني لو انت حتى معاكي 150 جنيه، احب لك انك هتعرفي تجيبي حاجة وتعرفي تجيبي انتيكات حلوة. روحي المكان ده بجد هيعجبك جدا. انا يمكن المكان ده الوحيد اللي لفتني، او اكتر مكان فعلا هو لفتني. انا عايزه اقولك ان حتى متوفر العلب بتاعه المناديل الاكليريك والشفافه دي، الاطباق اللي قدامكم دي، الفوانيس اللي هي بتتحط اللي هي ال3 احجام دي، بجد شكلها حلو جدا. كل حاجه بجد متوفره هناك، كلاسيك وسيمبل. اللي انت في بالك وفي خاطرك كله هتلاقيه. هتلاقي المزهريات، هتلاقي اشكال الكتب دي لو انت مهووسه بالكتب، او لو انت عامله مكتبه واصلا ما بتحبش الكتب بس انت لازم هتحطي فيها. بحب اقولك ان المكان ده هتلاقي فيه كل حاجه انت عايزاها. بجد المكان تحفه. من حلاوته انا ما كنتش عايزه اخرج، كنت عايزه اجيب كل حاجه بس للاسف ما كانش هينفع. عايزه اقولك ان في اشكال كتير جدا من الشمعدان. في الشمعدان اللي هو السيمبل الرفيع ده، في اشكال تانية برضو منه قدام هوريها لك. عايزه اقول لك ان هي حتى ادوات الحمام اللي هي الصابونه، المكان البتاع اللي بتحطي فيها الصابون، عايزه اقول لك الصواني موجوده هناك، صواني تقديم شكلها شيك جدا وتحفه. وكان لفتني هنا قوي اللي هي مكتوب عليها هوم تحت دي بتنور شكلها يتجنن بجد. يعني تقدري تحسيها كده في مدخل البيت وانت داخله كده، خرافة. تقدري تعلقيها خرافة، اللي انت حباية تعملي فيها اعمليها اهي، شكلها تحفة بجد. عايزة اقولك ان حتى آم، الفازات اللي هو البونبونيرة هتلاقيها هناك. المكرميات بتاعت الحوائط هناك تحفة، تحفة تجن. انا بجد ما شفتش في حلاوتها. ويمكن الحاجات دي اصلا انا ما بشوفهاش موجودة كتير غير ان هي بتكون اونلاين. لا انا عايزة اقولك ان المكان ده هتروحي انت هتشوفي كل حاجة بعينك، محدش يقدر يضحك عليكي في السعر. وعايزة اقولك الطفاية دي عجباني جدا جدا، في اللي هي تحت دي على شكل غزال دي تجنن، وفي اللي هي فوق دي برضو تهبل يعني. انا مش عارفه من حلاوه المكان اقولك ايه ولا ايه. في هناك الزهور الاصطناعيه دي، اشكالها تحسيها بجد انك قاعده في حديقه بجد طبيعيه كل حاجه. في الفازات اللي هي عايزه اقولك ان في مجسمات هناك للاشكال لو انت بتحبي المجسمات. عايزه اقولك ان دي كمان اللي هي الاشكال بتاعه الصابونه اللي هو الطقم كامل. والله المبخرة بجد، المبخرة هناك تحفة، اللي هي بالصينية بتاعتها، وفي اللي هي من غيرها. بصي يعني في الأشكال دي تحفة. يعني لو انت بتدوري عليها اونلاين وخايفة مش ضامنة الأسعار بالنسبة لك خرافية، انت تقدري تنزلي تشوفي الحاجة بعينك وتمسكيها وتشوفي سعرها. يعني قدامك كل حاجة. انت برضو مش حابة المجسمات، ده شيء يرجعلك. في حاجات تانية هناك كتير انت تقدري تستعمليها هتعجبك. بصي بجد اشكال الزهور طبيعية جدا جدا، يعني من حلاوتها. عايزه اقولك ان دي برضو اشكال شمعدان، يعني مختلف الاشكال. لو انت بتحبش اللي هي السامبل قوي دي وعايزه تجيبي الاشكال دي، تحفه برضو. لما تيجي تحطيها كده بتدي شكل روعه للمكان، بتجذب اللي كل اللي بيدخلوا. يعني لو انت مش حابه برضو طقم كامل في اللي هو القطع الفرديه، يعني كل حاجه هتخطر في بالك انا وعدك انك هتلاقيها هناك، وهتعجبك جدا وهتدعيلي. عايزه اقولك حتى صاحب المكان بني ادم ذوق جدا. اللي بيشتغلوا هناك ذوق جدا، انت هتحسي انك قاعده في بيتك مش رايحه تشتري حاجه. بص المجسمات دي شكلها كيوت جدا، عجباني بجد. ولو انت برضو بتدوري على البورتريهات بتاعه الحوائط دي، عايزه اقولك ان في اشكال هناك حلوه. لو انت برضو متحبش الاشكال اللي هي بقى مرسوم عليها، عادي جدا هتلاقي اشكال طبيعيه. بقولك كل حاجه فعلا موجوده هناك. الساعات موجوده، المكرميه هوريكي دلوقتي كام مكرميه شكلها بجد تجنن. يعني انا عايزه اخد المكان كله وامشي.
وفي برضو الترابيزات اللي هي 3 احجام، بص المكرمية شكلها بجد يجنن. ال3 احجام دي بتوفر منها اشكال كتير والوان كتير. في برضو الاباجوره اللي على شكل برضو مكرمية دي خرافة. عايزة اقولك كمان ان هو هناك هتلاقيه طقم التسالي، هتلاقي هناك كمان البونبونيرة، هتلاقي طقم الفاكهة، هتلاقي الصواني شكلها يجنن زي الصواني اللي تحت دي. بصوا معايا كده على المجسم اللي جاي، تحس كده انك قاعدة في قصر. احب اقولك ان سعرها مش غالي خالص، هي حوالي عامله 450 جنيه. انا اتصدمت فعلا من سعرها، كنت متخيله ان أنا ممكن الاقيها اغلى من كده، بس تحفه وشكلها شيك جدا. بصي دي الاشكال كمان اللي قدامك. عجبني قوي الغزلان دي، تحسها كده كيوت. في هناك برضو الخوص، لو انت حابه تستعملي حاجات الخوص متوفر. عايزه اقولك كل ما يجي في بالك حاجه هتلاقيها بجد. المكان مش هتحبي تمشي منه، ولا التكييف بجد. طبعا هتسألوني هو المكان ده اسمه ايه، انت عمالة تتكلموا معرفتناش المكان اسمه ايه. المكان ده اسمه بيوت، موجود في 7 شارع درب البربرة في المسك في العتبة، وليه فرع تاني في مول مزايا شارع كمال الحسيني متفرع من شارع الجيش برضه في درب البربرة. انا اضمنلك انك مش هتلاقي الاشكال دي بجد في ولا محل من المحلات اللي انت هتشوفيها. هو كمان كان معلق وكاتب ان اي حاجه من الانتيكات اللي هي قدامكم دي اللي هي متعلقه حاليا دي بتهيالي عامله 1000 جنيه. فحسب امكانياتك، انا مبقولكيش ان دي مثلا حاجه رخيصه قوي ومش حاجه اساسيه، بس شوفي انت حباها مش حباها، امكانياتك تجيبي حاجه زي دي. انا بس بوفرلك المكان وبقولك حاجه مضمونه.